السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لكم تجربتي مع قطر النوم القاهرة الأقصر. معاكم أحمد رشدي. احنا هنا في محطة مصر. كنت رايح أقطع التذكرة، رحت يا جماعة، مشيت وقعدت أتفرج على جمال وسط البلد وجمال محطة مصر، محطة القطر بتاعت مصر. شوفوا يا جماعة، شوفوا دلوقتي هوريلكم المحطة من جوه بالكامل. ما شاء الله، بعد التجديدات حاجة جميلة، حاجة رائعة. محطة القاهرة، شوفوا تجديدات. تحية كبيرة جدا طبعا لكل القائمين على هذه التجديدات والأعمال الجميلة دي. محطة مصر، محطة القطار. بصوا يا جماعة، هوريكم برضو الموضوع ظريف قوي قوي قوي. تجديدات رائعة. هنا منتظرين على الرصيف، منتظرين قطر النوم. وطبعا رحت قبل الميعاد بمدة كافية طبعا عشان اقدر هنا ركبنا القطر، دخلت الكابينة. بوريكم الكابينة، ده مكان للشنط، ده مكان لو معاك جاكيت ولا حاجة الشماعة بتعلقه. ودي الكابينة، ده هنا الحوض، طبعا في مراية وفي صابون. ده الجزء السفلي وده الجزء العلوي، سرير. بس هنا لسه كنت بستكشف طبعا الانوار فين والحاجات اللي في الكابينة، يعني الانوار اللي تحت وكده. بحاول طبعا افتح الشباك عشان اوضح شكل الكابينة دي. هنا عبارة عن كراسي تحت، وهنا في سرير فوق. الكراسي اللي تحت دول بيتفتحوا سرير تاني برضو لو الكابينة دبل، وفي بيبقى فيه سرير فوق وسرير تحت. ولو انت سنجل، المكان اللي تحت بيتعمل كراسي. دي هنا الوجبة يا جماعة، وجبة العشاء، عبارة عن رز بسمتي وبطاطس. وهنا في عندنا الكفتة، كفتة كوبيبة مدورة. وعندنا هنا بطاطس محمرة. الاكل طبعا كان سخن جدا وهايل بصراحة. اهي الكفتة. وعلى فكرة الوجبة مش صغيرة ولا حاجة. عندنا هنا قطعة بسبوسة مغلفة، وعندنا هنا مخلل ترشي، وعندنا برضو كايزر، عيش كايزر طازة. وطبعا في كيس مناديل، وفي شوك ومعالق. مناديل والشوك ومعالق وملح وفلفل ايوه، ملح وفلفل اهو. وجبة على فكرة تكفي لشخص بالغ، ومناديل مبللة. وجبة تكفي شخص بالغ، مش قليلة خالص. وجبة سخنة. عايز اقول برضو ان هي فعلا يعني وجبة عشاء مكتملة تكفي، والموضوع ظريف. دي بنستلمها في القطر بعد ما القطر بيتحرك، يعني بعد تقريبا ربع ساعة او نص ساعة من ركوبنا القطر بتبتدي تستلمها اهي. ده توضيح ليها، توضيح للوجبة. الوجبة ظريفة. تكفي طبعا شخص يعني بالغ. كل فرد في القطر له وجبة، وجبة فطار ووجبة عشاء. دي وجبة العشاء اهي، زي مكوناتها باينة قدامكم. دي الوجبة بتاعت العشاء، المكونات بتاعتها ظريفة جدا وما فيهاش اي مشاكل. عبارة عن طبق رز بسمتي وبطاطس وكفتة، وطبعا في عيش كايزر، وفي حلويات. هنا بقى قررت ان انا اروح البوفيه بتاع القطر، الكافيتيريا بتاعة القطر، اخد فنجان قهوة. اهي كافيتيريا القطر.
قلت بقى ايه خلاص، صدعت بقى وكده، قلت اروح اشرب سيجاره كده واقعد ايه اخد فنجان القهوه بتاعي. ماشي، كان الجو هادي وجميل. ده مكان كافيتيريا، كل اللي بيعوز يشرب اي مشروبات سخنه واي مشروبات ساقعه وكده فبيجي الكافيتيريا هنا طبعا. مشغلين اغاني، يعني اغاني عبد الحليم، والموضوع كان ظريف قوي 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 فوق ما تتخيلوا. دي الكافيتيريا بكل تفاصيلها، عبارة عن ترابيزات، وفي هنا بار برضو بيتقعد عليه، الناس بتقعد تشرب عليه قهوة شاي، بيقعدوا يشربوا عليه اللي هم عايزينه طبعا اي مشروبات. وفي هنا ترابيزات، ترابيزات برضو بتقعدوا تشربوا عليها، بتقعد تاكل عليها، بتقعد يعني ايه معاك اللابتوب بتاعك مثلا، بتقعد تمارس عليه شغلك، بتمارس عليه العاب ايا كان. في مجموعه ترابيزات هنا. وصلنا محطه الاقصر. الجو طبعا كان حر جدا جدا جدا. الاقصر يا جماعه، انا عايز اقول لكم فعلا الجو صعب جدا وحر جدا، لكن كانت تجربة جميلة. هنا احنا في محطة الأقصر، بلد السحر والجمال. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح. تحياتي ليكم، أرجو إن هي تكون تجربة تفيدكم. شكرا ليكم، تحياتي، إلى اللقاء.